في ناس بتقضي سنين مستنية الفرصة، وفي ناس بتتعلم مهارة تخلي الفرص تيجي لحد عندها. البرمجة واحدة من المهارات دي. أنا عمر وهشرح لك يعني إيه برمجة. البرمجة ببساطة إنك تكتب أوامر تخلي الكمبيوتر ينفذها. كل تطبيق بتستخدمه، كل لعبة بتفتحها، كل موقع بتتدخله وراها كود. مواقع زي جوجل وتطبيقات زي انستجرام بدأت بسطر كود صغير. بس المشكلة مش إن البرمجة صعبة، المشكلة إنك مقتنع إنها مش ليك. ناس كتير فاكرة إن لازم تبقى عبقري أو شاطر جدا في الرياضة أو فاهم كل حاجة في الكمبيوتر. الحقيقة، أغلب المبرمجين بدأوا وهم مش فاهمين حاجة. أول يوم هتفتح فيديو هتحس إن الدنيا كبيرة عليك، مصطلحات غريبة، أخطاء كتير، كود مش راضي يشتغل. وهنا بيجي الفرق. في ناس بتقفل، وفي ناس بتقول هحاول تاني. البرمجة بتعلمك حاجة أهم من الفلوس. بتعلمك تفكر إزاي تحل مشكلة، إزاي تقسمها أجزاء صغيرة، إزاي تصبر. لو عايز تبدأ فعلا، اعمل الآتي: ابدأ ب HTML و CSS. دول هيخلوك تعمل أول موقع بسيط ليك. بعدها اتعلم جافا سكريبت عشان تخلي الموقع يتحرك ويتفاعل. ولو بتحب البساطة، ابدأ ببايثون. ما تستناش تبقى جاهز 100%. مفيش حد بيبقى جاهز. ابدأ جاهل وتعلم في الطريق. بعد سنة من النهاردة ممكن تكون لسه بتقول نفسي أتعلم برمجة، أو تكون بنيت أول مشروع ليك، موقع، تطبيق، حتى لعبة بسيطة. الفرق مش الذكاء، الفرق الاستمرارية. البرمجة مش حلم بعيد، هي مهارة، وأي مهارة بتبدأ بخطوة. اسأل نفسك سؤال واحد: هتبدأ إمتى؟